وبتبقى المواجهة قاتلة في البيت لحد ما بيخلصوا على القوات كلها وبيخرجوا برا البيت. وبيقول لاخت دوم مهمة روما كانت فخ، وبيقول لها ان دوم بعته ياخد ابنه ويحافظ عليه، وبيعرفها انه لازم كلهم يتجمعوا في المكان اللي دوم قال عليه لما الدنيا تبقى جحيم، وان دوم محتاج الفريق دايما يكون متجمع. وبتكون اخته بتوصي ابنه انه يكون كويس، وبتوصي جايكوب عليه. وبتدخل بنت الرئيس السابق للوكالة حانا وبتقول ان هي جاية تدور على حد هنا، وان هي هتدفع فلوس لأي شخص هيساعدها، وفي حد بيكون هيتعدى عليها بالضرب ولكن بتصدى ليه. وبتلاقي دوم قاعد هادي في الآخر، ودوم بيعرفها ان ابوها كان شخص كويس وكان محافظ على الوكالة، وهي بتعرفه ان رئيس العصابة السابق اللي اسمه ريان ان في ابنه لسه عايش دلوقتي وراجع ينتقم. وهو بيقول لها ان عايزها تعرف مكان مراته، ولكنها بتقول له ان هي في مكان مجهول. ورد عليها عرفها ان هو واثق فيها، وان هي لازم تحاول تشوف هي موجودة فين دلوقتي وتساعده يرجعها. المشهد اللي بعد كده بنلاقي صحاب دوم خارجين من شاحنة بعد ما قدروا يهربوا من روما لندن، وبنشوف صحابه وابنه في العربية وبيكونوا مشغلين اغاني وبيحاولوا يستمتعوا بطريقهم. المشهد اللي بعد كده بنكون على البحر، وبيوصل دوم وبيقابل واحد صاحبه هناك وبيرحب بيه. وبنلاقي واحد من اللي موجودين في الحفلة بيتكلم في التليفون وبيبلغ حد ان دوم موجود. وبعد كده بيظهر عربية وبيطلع منها ابن رجل الأعمال اللي هو دانتي، وبيتكلم هو ودوم وبيقوله انه هينتقم منه على الفلوس اللي أخدها. ودوم بيقوله انا